السلام عليكم متابعي قناه فوتستارك. السلام عليكم اخوتي واحبائي وعائلتي العزيزه والكريمه. معاكم اخوكم فيلا محمود، واليوم جايب لكم اخبار جميله ورائعه وممتازه على المنتخب الوطني المغربي، والاهم بالمصداقيه كما عودناكم. بسم الله ولنتوكل على الله واجي ندخلوا اخوتي الكرام مباشره في الموضوع. اول لاعب غنبداو بالاخبار هو الظاهره اللي بانت عند الجماهير المغربيه واللي كاين عليه البوز حاليا، اللي هو مروان السنادي المنتقل اخيرا لاتلتيكو بيلباو. اجي اخوتي الكرام نعطيكم التفاصيل اللي جمعت لكم بخصوص هذا اللاعب ونعرفوا عليه الشاده والفاده كيف ما تنقولوا بالدارجه المغربيه، والاهم ساعطيكم حقائق مثيره عن اللاعب وفي مصلحه المنتخب الوطني المغربي، وهذه اشياء ممتعه. اول حاجه اجي نشوفوا الباك جراوند ديال اللاعب، اجي نشوفوا المسيره ديالو، شنو هي الفروق اللي داز من، لان هادشي اللي خاص الجماهير المغربيه تعرفوا. في 1 جويلية 2021 بدا مع اريزانا بارا في اسبانيا، 2022 انتقل لسان إغناسيو ومن ثم بان وداز المرحله الاخرى اللي هي الافيز بي. هنا كانت الفرصه الحقيقيه للاعب، استغلها احسن استغلال وامتع واقنع وداز للفريق الاول. صيفط اعاره الفريق باراكالدو ورجع عاوتاني الافيز وانفجر مرة أخرى، وكانت القيمة التسويقية ديالو فقط 400,000 أورو. حتى غتجي اتلتيكو بيلباو وغتكتشف الموهبة الخام الكبيرة ديال اللاعب، غتقرر أنها تاخذ واحد القرار كبير مناصفة مع الصندوق الاقتصادي والمالي ديال الفريق، وغيثقوا فيه وغيحطوا عليه 3 مليون ديال الأورو. كان ازدياد اللاعب كان في فيتوريا كاستيس، يحمل الجنسية المغربية والإسبانية، الطول ديالو كما تعلمون 192 تبارك الله ما شاء الله. الكونترا ديالو العقد، ودي أهم حاجة، غتسالي حتى 30 جوان 2029، يعني عقد بمدة طويلة، الشيء اللي كيعكس القيمه اللي كتعطى اداره بلباو هذا اللاعب، وهذا شيء مثير للاهتمام. والاكثر ما هو انكم كيف ما كتلاحظوا معايا هنا ان واحد الانفجار في القيمه ديال اللاعب، وغدا وكتزيد تطلع مع الوقت. لكن شنو هي الضربه القاضيه؟ شنو هي اكثر ضربه خداها اللاعب اعلاميا؟ وقرا معايا هنا اخي العزيز، غتنوض جريده الماركه، وهذا المقال اللي حاطوا لكم تحط في 24 ساعه اللي حنا فيها دابا، لك سيدي ان اتلتيكو مدريد قام بتسريع انتقال مروان بسبب اهتمام انديه اخرى. هنا الماركه غتبدا تكشف التفاصيل ديال الانتقال اللي داروا اللاعب لبلباو، والاهم شنو هي الصوره اللي كتصدر الاعلام الاسباني، لاننا ما تنهضروا على الماركه، راه تنهضروا تقريبا على اكبر جريده كاينه في اسبانيا، تنهضر على الجرائد الرياضيه. شوفوا الطريقه اللي بداو كيوصفوا بها اللاعب، انه مهاجم لديه القدره على ان يكون في القمه، واين في اوروبا باكملها. كما يقول اولئك الذين يعرفون مروان السنادي جيدا وتابعوا تقدمه لمواسم، انه قوي وجسده لا يحرمه من الخفه والحركه والسرعه. هنا الاسبان غيبداو يهضروا على تمثيل المنتخب المغربي، وانتم راكم عارفين العمله المغربيه ولات محطوطه على العين وبالضبط من عند الاسبان وفرنسا، وزيد عليها هولندا وبلجيك. ما علينا، شوفوا كيفاش بداوا. قام مروان السنادي بقفزه تقربه من احلامه، وحطوا التصريح ديالو: اريد ان اذهب خطوه بخطوه، وكما يقول وكيل اعمالي لن انظر الى الباقي، ان الامور ستكون عندما يجب ان تكون. شوف الشخصيه القويه اللي عند اللاعب، قال لهم: عندما امضي قدما اعلم انه لن يوقفني احد، اطمح الى كل شيء وحلمي الكبير هو اللعب مع المنتخب المغربي. هذا راه التصريح ماشي فابور، راه كيصيفط رسائل الجامعه والركراكي والعديد من الاشياء، راه بحال هكا كتخدم الامور. الاسبان غيقولوا واحد الحاجه مثيره على المنتخب المغربي، مثيره للاهتمام وكثيرا. لاحظ ايش قال لك سيدي: ان خط الهجوم المثالي للمنتخب المغربي هو النصيري الذي يلعب في فنربخشة والكعبي في اولمبياكوس، ولكن المركز الثالث ليس له مالك لحد الان، وقد مر شديره والتسودالي وحمد الله في الموسمين الماضيين ما جبدوش الرحيمي، ما جبدوش القدوم المحتمل ديال الاكمال. بحال لمحوا ان مروان السنادي يقدر ينقد على هذه الفرصه في المنتخب المغربي. دابا غندوزوا للخاتمه بخصوص اللاعب، وهنا فين كيتمحور الفيلم كامل. هو شنو هو الانطباع اللي عطاه مروان السنادي في الدقائق اللي لعب؟ ما غاديش نديروا الكلام ديالنا، غنقولوا الكلام ديالهم، ومن عند جريده معروفه في اسبانيا اللي كتعرفوا نتوما كاملين، واللي هي الموندو ديبورتيف. وغير من العنوان اللي غادي يدار على اللاعب المغربي، شوف كيفاش تمت الصياغه ديالها. عنوانوا المقاله وقالوا: ظهور مروان السنادي الرائع في اتلتيكو بيلباو. ان السنادي حدد لهم السرعه، اول حاجه خد دقائق نهار السبت، عطاهم واحد الاداء اللي كان مثير للاعجاب، بين واحد القوه والصلابه واندفاع ولا اروع. فما حد اللاعب عنده الجنسيه المغربيه والاسبانيه، هنا غتجي الشمس العشيه. ومن عند استاديو ديبورتيفو اللي تقريبا كتلعب في نفس الكاليبر ديال الماركا والموندو ديبورتيف. الجريده اخوتي الكرام حطت واحد العنوان باقي جديد، تحط ساعه من هذه اللحظه اللي تنسجل لكم فيها، قال لك ان مروان السنادي قام باختياره ما بين اسبانيا والمنتخب المغربي. شوف هنا كيفاش بداو عليه الكلام، اذهل، شوف المصطلحات، اذهل التعاقد الجديد الذي قام به اتلتيكو بيلباو مع مروان السنادي المشجعين في الفريق، بالضبط بعد ظهوره الاول مع النادي. اما بخصوص التزاماته الدوليه فقد اختار اللاعب المنتخب الذي يريد تمثيله. شوف هنا باش تعرف ان راه اسبان مقصحين ومقصحين بزاف. قرا معايا هادشي اللي مسليكسيوني لكم اخوتي الكرام وكيبان لكم بوضوح. قد قام مروان السنادي بتفجير العديد من التوقعات، وعلى الرغم من انه لا يزال من السابق لاوانه الحديث عن المنتخبات الوطنيه. وشوف دابا هما كيفاش قراو، قال لك باقي الحال على هذا الكلام. فقد اختار مروان السنادي بالفعل بين المنتخب المغربي او الاسبان. دابا هادو هما المغاربه ديال بصح، هادو هما المغاربه اللي كنقولوا عليهم اقحاح، اما كاين لا تسناني مفكر لا حتى حاجه. حتى هو اللاعب راه حاسبها، عنده 24 عام، باقي يلاه كيبان القيمه التسويقيه ديالو، باقي داير
400 الف اورو، ولكن نورمالمون غتوصل 4 حتى 3 المليون بويسكون انتقل لاتليتيكو بيلباو بهذا الثمن، وكيضغطوا باش انه يلعب معاهم. وهذا التصريح اللي خرج به اللعاب بحال قول سالا معاهم من الدقه الاولى، كيف ما تنقولوا حنا من النهار الاول كيموت المش. وهو في مصلحته الشخصيه الفرديه كثيرا وبفرص اكبر انه يلعب مع المنتخب المغربي، لذلك كان تصريح ذكي استراتيجي وفي المصلحه ديالو 100%، وداروا في الوقت المناسب. دابا السؤال مطروح لكم كاملين وبغيتكم تجاوبوني بدون عاطفه، الناس اللي تفرجوا في مروان السنادي، انا كنتكلم على الناس اللي تفرجوا فيه تيلعب، واش كيبان لكم ان هذا اللاعب يستاهل الاساسيه في المنتخب المغربي؟ نعم هو باقي صغير، ما عندوش الخبره اللي كاينه عند العديد من اللاعبين، ولكن البوادر ديال الموهبه ديال اللاعب، لاننا راه عنده 24 عام، راه ماشي صغير بزاف. واش هذا اللاعب خاصو ياخذ فرصه؟ هذا هو السؤال المطروح، وبغيت كل شيء يجاوبني عليه بدون حياز بدون عاطفه وبالمنطق 100%. دابا غنتاخلوا من عند مروان السنادي وغندوزوا اخوتي الكرام عند الياس بن صغير. وحنا راه ما كنتكلموا على الياس بن صغير، تعلمون جيدا اننا نتكلم عن واحد من ثوابت المنتخب الوطني المغربي والاعمده ديالو. من صغير دابا حاليا كيدوز من واحد مرحله فراغ اللي ما غدوش مرور الكرام على اللاعب المغربي، وغادي تدير واحد الانتقادات لاذعه عن اللاعب. وتخيلوا معايا اخوتي الكرام ان بقوه الضغط ديال الانتقادات اللي غادي نوريكم غادي ينوض حتى المدرب ديالو فريق موناكو وغادي يدافع على الياس بن صغير بواحد الشراسه. نديكم مثلا جريده ميد ان مونيغاسك، هذه جريده مقربه من نادي موناكو متخصصه في الاخبار ديالو. شوفوا كيفاش غادي تعنون المقال على الياس بن صغير والمدرب ديالو. قال لك بلي ان مدرب موناكو يدافع عن الياس بن صغير. غنهبطوا لتحت وغنشوفوا الاهم في المقال. هنا كيف ما كتشوفوا في البدايه قال لك بينما يمر الياس بن صغير بفتره صعبه تلقى اللاعب المغربي دعما كبيرا من مدربه بعد بدايه جيده لهذا الموسم مع موناكو. شوفوا كيفاش غيوصفوا هذه الحاله اللي هو فيها. ويمر اللاعب بمرحله معقده في الاسابيع الاخيره، يعني راه تيهضروا على واحد المده اللي شيئا ما طويله، ولكن مدرب موناكو قد حرص على حمايه اللاعب المغربي في المؤتمر الصحفي الذي كان يوم الاربعاء. اصلا الياس بن صغير باش ما نوليو نهضروا على اللاعبين خصنا نتفاهموا، الياس بن صغير بحال شيئا ما كيف ما كتعامل ريال مدريد مبابي في مدريد، راه كذلك موناكو كتعامل الياس بن صغير. يعني حتى المدرب ملزوم بلي انه خاصو ينجح اللاعب ويطلع ليه القيمه التسويقيه ديالو ويطلعوا الاحصائيات باش الاداره والفريق من يبيعوا الياس بن صغير يضربوا العاقه، لانهم عارفين وحاسمين وجازمين راه ما غيبقاش المسيره ديالو هو كامله في موناكو. هذه القرايه اللي خصنا نقراوها وراء الستار. تصريح ديال المدرب قال لهم علينا ان ننتبه الى التوقعات التي ننتظرها من اللاعب التي ربما تكون عاليه وجدا. هذا هو اول موسم بالنسبه لإلياس بن صغير، حيث يمتلك قدرات بدنيه ولكن تعرض ايضا الى اصابات. هو في الصميم لا يزال لاعبا شابا، ولن ننسى انه ساعدنا كثيرا في بدايه الموسم. هناك احيانا فتره التي يكون فيها اللاعب في قمه مردوده، وهناك ايضا العكس، اي يعني هناك صعود وهبوط. فهو لاعب شاب، لذلك عليك التحلي بالصبر مع ذلك. اما بالنسبه لدوري فهو حمايه اللاعبين، وانا متاكد من اننا سنراه يقدم اداء رائعا وبسرعه كبيره. في الوقت الحالي ليس في افضل حالاته، وكما قلنا هو لاعب شاب وليس لدي اي قلق بشان عودته الى القمه. هذا هو التصريح اللي داروا مدرب موناكو اخوتي الكرام على اللاعب المغربي. والى لاحظت الطريقه اللي كيتعامل بها كارلو انشيلوتي مع كيليان مبابي راه نفس الطريقه اللي كيتعامل بها دابا ادي هوتر مدرب ديال موناكو مع الياس بن صغير. دائما المدربين كيكونوا ملزومين، ما عندوش اختيار، كيكون ملزوم ان هذاك اللاعب خاصو ينجحوا، والا ما نجحوش هذوك اللاعبين كيبقاو اللاعبين اساسيين وتيغادر المدرب وتيجيبوا مدرب اخر اللي غينجح لهم الصفقات. هذا هو الدور الخفي ديال المدربين اللي كيكون عندهم مع الادارات ديالهم. نتمنى لإلياس بن صغير الرجوع في اقرب وقت، انه يرجع للقمه ويرجع داك الياس اللي تنعرفوه ان شاء الله. دابا غادي ندوزو النيكست ستيب وغندوزو للخبر الاخر وغنتكلموا عن ابراهيم دياز اخوتي الكرام، ولكن بحله اخرى. غنتقل بكم عن جريده تيمتو، جريده كبيره ومعروفه في بريطانيا، راه تقريبا دائما تنجيبها لكم. عنونت المقال على ليفربول، وحنا كنعرفوا القيمه ديال ليفربول والعلاقه اللي كتجمعها مع ابراهيم دياز. شوف معايا هذا الفيلم جديد اللي باقي بميكتو في هاد الساعات اللي حنا فيها. عنوان المقاله وقال 3 مهاجمين في ليفربول معروضون للبيع، حيث يخطط ارني سلوت المحبط لاعاده بناء الهجوم. والفيلم كامل على ابراهيم دياز. علاش ما كنقول لكم ان ليفربول والعلاقه ديالها بابراهيم دياز قويه جدا؟ راه ماشي من فراغ وهناك اسباب. دابا هاد الاسباب كيتم الكشف عنها. غنهبطوا لتحت وشوفوا الانجليز بنفوسهم اش كيقول. اصبح مدرب ليفربول ارني سلوت محبطا بسبب المهاجمين، هذا ما يجعله يريد اعاده بناء هجوم ليفربول هذا الصيف. طبيعه الحال احنا ما كنهضروا على اعاده بناء الهجوم، راه الرقم واحد اللي حاط عليه ليفربول حاليا هو ابراهيم دياز، هو الهدف الاول ديالو. اللحظه الحاسمه بالنسبه لابراهيم دياز في ليفربول هو هادشي اللي كيتقال دابا. راه هذه التفاصيل ديال الدقائق اللي غتخلي اللاعب المغربي ينتقل. لك سيدي ان ليفربول على استعداد لقطع العلاقات مع كل من لويس دياز وجوتا، وهذا في الصيف من اجل جلب لاعبين اكثر فعاليه. اما بالنسبه للويس دياز فالانتقال يربطه بفريق تشيلسي، وعلى الرغم من ان ليفربول يتوقع ان الانديه السعوديه هي من ستدخل بقوه، ان باريس سان جيرمان وبرشلونه هم ايضا من المعجبين بلويس دياز ومنذ فتره طويله. هذه الاخبار كامله اللي شديناها جمعناها مزيانه لابراهيم دياز، لان الا غادر لويس دياز هذا سيكون
سيكون شيئا رائعا بالنسبه لنا احنا كجمهور مغربي اللي باغيين نشوفوا ابراهيم دياز دائما اساسي. هادشي كيحط حتى ابراهيم دياز بطريقه غير مباشره في قوه، لان كل ما زاد الاصرار ديال ليفربول ما ابراهيم دياز يصفع ريال مدريد بالطريقه ديال نتوما باقيين ما عارفينش القيمه ديالي الحقيقيه وغادي نلقاها برا. وهادشي راه وقع مرارا وتكرارا، وكما تعلمون 100% مع اوديغارد مع روبن فاش انتقل بايرن ميونخ و الى اخره، والقائمه طويله ديال اللاعبين اللي خرجوا من مدريد عدبان. نتمنى الخير للدول المغربي، نتمنى ان يكون تغيير ودار هاد الانتقالات باش يتحل مجال اكبر بالنسبه لابراهيم دياز. الاهم كان معكم اخوكم في الله محمود، واهم من كره ومن هادشي كامل اللي تنهضر فيه دعوا مع الاخوه ديالنا في فلسطين وجميع المسلمين المضطهدين في العالم، وتهلاو في نفوسكم اخوتي الكرام، ايضا في الوالدين الاحياء منهم والاموات، باش بالصدقه وحسن التعامل والدعاء حذاري من الفراغ. في امان الله، صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، والسلام عليكم.